يا رب برد ناري. نشرت شيماء سعيد زوجة المطرب إسماعيل الليثي صورة بتجمعها بابنها رضا عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات تيك توك، وقالت: ربنا يرحمك يا حبيبي، وجعت قلوبنا كلنا يا ابني، يا رب برد ناري. وده كان بعد سقوطه من الدور العاشر ووفاته. أما المطرب إسماعيل الليثي فعلق على وفاة ابنه رضا بكلمات مؤثرة جدا، وقال: هو كان بيحب يلعب ويتنطط ويجري وينزل ويقعد مع أي حد وبيتكلم مع أي حد والناس كلها بتحبه، بس هو خلاص مات. وقال: كانت علاقتي بيه في الحقيقة أكتر من اللي بتشوفوه بكتير. الله يرحمه، كان أخويا وظهري وكل ما ليا، ده ابن عمري وكنت باخده معايا في كل حتة وفي كل الأفراح، وبيحب الناس كلها والناس كلها بتحبه. واسألوا الناس كلها عن ضاضة مش عن إسماعيل الليثي، هو معروف أكتر مني. أنا كل اللي طالبه من الناس تدعيله بس، ربنا ما يوجع قلب حد. وقال: أنا دفعتله المصاريف بتاعة المدرسة بس ملحقش يروح، وكان بيقول لي: يا بابا نفسي أشتغل وأجيب لك فيلا وما خليكش محتاج حاجة من الدنيا، وأجيب لإخواتي وماما كل اللي هم عاوزينه. الله يرحمه، كان نفسه يطلع مغني لأنه كان بيحبني قوي، فعاوز يطلع زيي. حسدوا الولا وموتوه، حسدوا العيل والعيل مات. ما تبصوش لعيال حد ومحدش يبص لحد في رزقه. والله العظيم قلبي بيتقطع من جوه عشان خاطر ضاضة، اقسم بالله قلبي بيتقطع، وحياة ولادي حزين عليه، اقسم بالله حزين عليه، كأنه عيل من عيالي. اقسم بالله سبت اللقمة ساعة ما سمعت الخبر، اقسم بالله. ما تبصوش للناس يا جدعان، ربنا يا رب يخلي كل عيل وكل حد لأهله. اقسم بالله قلبي حزين عليك يا ضاضة. ابن اسماعيل اللي في ذمة الله، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يحسد عيال حد واللي يبص لحد. حسبي الله ونعم الوكيل، اقسم بالله حزين عليك من قلبي يا ضاضة. وفي النهاية لا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحم الطفل رضا إسماعيل الليثي ويربط على قلب أهله ويجعله من أهل الجنة يا رب، آمين.